الهاي انتنسيتي لو فوليوم تريننج، التمرين يعني اللي هو بشده عاليه قوي وتمرن مجاميع قليله والشغله دي، طلع ترند قوي الفتره اللي فاتت دي. ناس كتير قوي ماشيه ورا الحوار ده، وشايف تيك توكرز كتير قوي بيتكلموا فيه. اكتر واحد شفت له فيديوهات الصراحه امير غنيم. بص يا شباب، انا حابب الصراحه اقول رايي في الموضوع ده، ورايي يعني غير ناس كتير. اول حاجه انا مستغربها الصراحه، هو ليه حوار التمرين بشده عاليه بقى ترند دلوقتي؟ هو اصلا مش المفروض اصلا الناس كلها تتمرن بالطريقه دي من ساعه ما بودي بيلدينج بدات اصلا من ايام الثمانينات والتسعينات؟ ده الطبيعي. فهو ايه الجديد؟ ليه الحوار دلوقتي طلع ترند وعشان تيك توك بقى الناس تعمل بوشها كده وبتاع؟ انا مش فاهم بصراحه. فهو اصلا المفروض الطبيعي انت اصلا بتعمل بشده عاليه ودروب سيتس ومش عارف ايه والحوارات دي كلها. انا كفارس الصراحه من قبل ما ده يطلع ترند ودي طريقه تمريني. انا عايز اقول لك اصلا عشان المجموعه تتحسب عليك، يعني انت عملت مجموعه مثلا في الاسبوع بتاعك، انت المفروض اصلا تجيب اخرك تبقى للفيلير. فالطبيعي كده كده وانت ادفانس توصل للفيلير عشان المجموعه تحسب ليك ان انت عملت مجموعه وتعبت فيها وبتاع ويحصل بناء عضلي. ثانيا، لو فوليوم ليه؟ انت بتوفر وقت، مكسل، يعني ايه المشكله؟ طب ما انت كده كده لازم توصل للفيلير، دي حاجه احنا هنتفق عليها تمام. فدي بقى لو فوليوم. طب يا عم ما تعمل الفوليوم الطبيعي اللي هو من 10 ل 20 مجموعه. ده انت بقى الانيل ان الترند ده طالع للناس الادفانس اللي هو يعني الجامدين، فاهم؟ فانت لو ادفانس انت المفروض اصلا تبقى في الابر ليميت اللي هو ما بين ال 15 لل 20، وفي ناس بتكسرها عادي. بالذات بقى ان في دراسات كده، بس مش هتكلم عنها لان انا مش مقتنع بيها قوي، ولكن هي دراسات وعلميه وكل حاجه، ان انت حتى الفيلير اللي هو مش عارف ايه ده مش لازم توصل له. ممكن يعني تسيب عدة مثلا في الاخر وعادي. وصح ان انا شايفه تعمل مثلا 3 مجاميع ومجموعتين منهم توصل للفيلير اللي هو انت خلاص يعني دوبك بتسيب عده في التانك كده مثلا، او بتجيب اخرك عادي. وتالت مجموعه هي الاخرانيه مثلا بتكون جايب اخرك، وممكن تحط دروب سيتس بقى وكده ومش عارف ايه. يعني من رايي الشخصي ان حوار الهاي انتنسي لو فوليوم ده مش حاجه علميه، بالذات للناس الادفانس. انت اصلا ادفانس يعني انت تجيب اخرك وتعمل مجاميع كتير. مايك مانزر اللي هو من ايام التسعينات ولا مش عارف من كام 20 30 40 سنه ده، احنا في دراسات كتير طلعت وفي معلومات كتير اتجددت نحترمه، وكان سابق الجيل بتاعه اتكلم من 30 سنه مثلا. لا خلاص احنا الموضوع عدى،